جوميز اول ما جه الزمالك كان عنده مشكله في المركز ده. طب ايه المشكله؟ ان مفيش حد في السكواد او في القائمه الخاصه بنادي الزمالك يقدر يحافظ له على الاستحواذ او الخروج بالكوره بشكل سليم زي عبد الله السعيد. ليه عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد بيقدر يخرجك من الضغط، بيقدر يكون دايما متاح للاستلام في انصاف المساحات، ودايما قادر يستلم تحت ضغط. ما تنساش ان هو قادر ينقلك من خط للتاني من خلال التمريرات اللي هو بيتميز بيها على مدار السنين اللي فاتت. فما كانش في حد في قائمه الزمالك كلها يقدر جوميز يكلفه بالمسؤوليه دي او بالدور ده قد عبد الله السعيد، ويكون ضامن ومتاكد ان هو مش هيخذله وهيأدي المطلوب منه بشكل سليم وبكفاءه عاليه. طيب في قصور عند عبد الله السعيد ودي اللي احنا هنتكلم عليها. انا عارف ان جمهور الزمالك هيجي في الحته دي ويقول لك عبد الله السعيد عنده قصور، ده عبد الله السعيد ده الاسطوره، ده عبد الله السعيد عمل كارير جامد جدا، ده عبد الله السعيد انت جاي تقول ان عبد الله السعيد دلوقتي عنده قصور؟ ده بيقدم مستويات احسن من اجدعها ناشئ في مصر. كل لاعب عنده مميزات وعنده عيوب، كل لاعب بيتميز بحاجه وعنده قصور في حاجه. فاحنا النهارده هنتكلم عن عبد الله السعيد بشكل فني اكتر من جانب خاص بالاحصائيات. برضه هنتكلم هل عبد الله السعيد مفيد في ايه، وهل عبد الله السعيد القصور اللي عنده او المشاكل اللي عنده وصل لغايه فين. تعال بقى نبدا من خلال الحالات بدايه من الموسم اللي فات. جبنا حالات من الموسم اللي فات وحالات من الموسم الحالي مع الزمالك، وبرضه هندلل عليها بالاحصائيات زي ما اتعودنا. فتعالى بقى نبدا واحده واحده كده ونتكلم مع بعض من خلال الحالات. طبعا اسلام في الحلقه دي يعني هيتنفخ في المونتاج، يعني هيبقى بيدور اللي هو يا جدعان كل دي فريمات انت، فربنا يقويك يا اسلام. طيب تعالى بقى نبدا بالحالات الدفاعيه الخاصه بعبد الله السعيد. طبعا في الموسم الحالي عبد الله السعيد مثلا في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري، عبد الله السعيد كان هو المتكلف بالرقابه الخاصه بامام عاشور في خط النص. طيب عبد الله السعيد مش هيخذلك في الرقابه الثنائيه، مش هيخذلك ان هو يكون ماسك حد في خط النص ويفضل في ديله ويفضل متابعه ويبقى في رقابه ما بينهم وما بين بعض، دي مش هيخذلك فيها، تمام. ولكن المشكله الكبرى ان عبد الله السعيد مش دايما هيكون على نفس المسافه الكافيه في الرقابه اللي ما بينه وما بين اللاعب المكلف بيه. يعني لو دخلنا على الصوره اللي بعدها هتلاقي ان عبد الله السعيد كان بعيد تماما على امام عاشور، واداله المساحه ان هو يستلم ويلف بالكوره ويلعب في المساحه اللي كان هيجري فيها اكرم توفيق. والكوره دي انتهت بايه بعد كده في الاخر؟ انتهت بكوره خطيره جدا للنادي الاهلي، تسديده مباشره من اكرم توفيق على مرمى عواد. طيب في ايه تاني دفاعيا برضو عبد الله السعيد بيقدمه؟ عبد الله السعيد برضو في نفس الماتش كان بيلعب على التوقع. يعني معلش بقى في لي السلايد تعالى لي كلوز بقى في الحته دي. عبد الله السعيد عشان يقدر يوفر مخزون بدني كفايه يقدر يخليه يكمل الماتش لغايه اخره، بيساعد نفسه شويه بحته التوقع دي، ان هو يقفل مسارات التمرير من خلال الوقوف ومش الضغط، ان هو مجرد بس يقف في مكان متوقع التمرير فيه او يقفل زاويه التمرير على الخصم، يقدر ان هو يوفر بيها شويه مخزون بدني يقدروا ان هم يكملوا معاه لغايه نهايه المباراه. فعبد الله السعيد في الكره دي بقى، خش لي تاني على السلايد. عبد الله السعيد في الكره دي كان بيلعب على التوقع ان الكره هتتلعب بشكل يعني تمريره ارضيه لامام عاشور، ولكن برضو امام عاشور بيجري من وراه عشان الكره تتلعب تشيب في ظهر عبد الله السعيد وتروح الكوره بمنتهى السهوله لامام عاشور. ده ترتب عليه ايه بعد كده في الكوره اللي بعدها؟ برضه عبد الله السعيد لما جات له الفرصه تاني ان هو يضغط على امام عاشور في نفس الكوره، برضه لعب على التوقع ان امام عاشور ممكن يلعب الكوره في قلب الملعب، واتحرك بشكل مفاجئ مبني على التوقع ليس اكثر في اتجاه قلب الملعب عشان يدي الفرصه لطاهر محمد طاهر ان هو يتحرك في المساحه اللي في ظهره ويستلم الكوره جوه ال 18 من امام. طب في ايه تاني برضه في نفس الماتش كان بيقدمه عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد كان بيلعب على التوقع في التحرك اللي ما بينه وما بين لعيبه الخصم. يعني مثلا على سبيل المثال في الكره دي كان هو واقف متمركز ما بين حسين الشحات وما بين امام عاشور في انتظار الكره هتتلعب في انهي اتجاه. دي ما فيهاش مشكله قوي بقدر الامكان، بقدر ما هي مثلا ممكن تكون مبنيه ان هو مستني الكره تتلعب في انهي اتجاه ويتحرك معاها، وده اللي حصل فعلا في الصوره اللي بعدها. وهنا لو هنلوم حد هنلوم اللي بيغطي ورا عبد الله السعيد. طب ده يوصلنا لايه؟ ارجع لي بقى كلوز تاني وابعد عن السلايد. ان عبد الله السعيد لو هتلعبه فعلا في مركز 6 ومطالبه بالكم ده من الجري في المساحات دي كلها، لازم يكون جنبه لاعب تاني يقدر يغطي وراه لمساحات اكبر من اللي هو بيغطيها، وده بحكم السن مش بحكم الفنيات.